ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في البودكاست بتاعنا. مساء الفل لو كنتوا بتسمعوني بالليل، وصباح الورد لو كنتوا بتسمعوني الصبح. النهاردة هنتكلم في حلقة جديدة بعنوان احنا ليه بنخاف من التغيير. عمرك فكرت احنا ليه بنخاف من التغيير؟ اي تغيير يحصل في حياتنا، مع ان التغيير ده احيانا بنبقى احنا محتاجينه. مش بنغير لرفاهية إطلاقا، إحنا بنبقى بنغير من أجل إن إحنا عايزين حياتنا تكون بشكل أفضل. بس أحيانا بنبص لحياتنا ونقول أنا عايز أعيش بشكل مختلف، عايز حياة أفضل، عايز شغل أحسن، عايز شكلي يكون أجمل، عايز الحب يكون أحسن وحياة أفضل من حياتي اللي أنا عايشها. الحقيقة إحنا دايما بندور على الأحسن في كل شيء في حياتنا، دايما عينينا بتبص على الأحسن وعلى الأفضل. وبالمناسبة ده حاجة حلوة جدا، يعني ده حق مشروع للجميع باختلاف احتياجاتهم. لحد هنا مفيش مشكلة. المشكلة بقى بتيجي لما بتيجي لحظة التغيير الحقيقية. خلاص إحنا اتمنينا إن إحنا نغير حياتنا واتفقنا إن ده حق مشروع للجميع. المشكلة بتيجي لما بتبدأ لحظة التغيير الحقيقية إنها تيجي، بتلاقينا وقفنا وترددنا أوتوماتيك، رجعنا لورا وقعدنا نحسبها 100 مرة ومرة، مع إننا طول عمرنا بننتقد أوضاع مش عاجبانا في حياتنا، وطول عمرنا بنسعى إننا نغيرها. وجزء كبير من الأوضاع دي بيكون فرضته علينا الظروف والمسؤوليات. الجزء التاني بيكون نتيجة لاختيارنا، اللي برضه لقينا نفسنا بنختاره بدون حرية حقيقية في الاختيار. طب انتوا عارفين ايه الغريب في اللي انا بقوله ده؟ الغريب ان احنا كبني ادمين او جزء مننا، يعني علشان ما عممش، بنتصرف تصرفات غير منطقية. نحلم واحنا قاعدين نرسم صور في دماغنا عن المستقبل، ونفضل نقول لنفسنا انا لما اغير شغلي هبقى مبسوط، انا لما اغير شقتي هبقى فرحان، انا لما افتح المشروع اللي طول عمري بحلم بيه هبقى اخر دلع. لما اخرج من العلاقة اللي تعباني وقرفاني في حياتي دي هبقى حر. لما اسافر بلد تانية أه هبدأ من جديد وهشتغل على نفسي. بس تعالوا نسأل نفسنا سؤال: احنا فعلا بنحلم علشان نحقق حلمنا، ولا بنحلم علشان نهرب من الواقع؟ يعني أحلامنا وسيلة للهروب من واقع إحنا عايشينه، بدل ما تبقى خطة حقيقية إن إحنا نتحرك عليها. السيناريو الوحش والمرعب هنا لو السبب الحقيقي إننا مش عايزين نتغير، إن إحنا بس عايزين نحس إن إحنا عندنا أمل في التغيير، إنما ما عندناش نية للتغيير. يعني من الآخر إحنا بنضحك على نفسنا، إحنا بنهرب من واقع مش عاجبنا بإننا نرسم سيناريوهات في دماغنا إن إحنا عايزين نغير وعايزين بيت الأحلام وعايزين سيارة الأحلام وشغل الأحلام وبيت المستقبل وشقة المستقبل. ده مجرد بس هروب من واقع. التغيير معناه إنك تدخل في منطقة جديدة، منطقة أنت ما تعرفش عنها حاجة، أول مرة تقابلها وأول مرة تسمع عنها، منطقة مجهولة بالنسبة لك، عمرك ما رحتها، ويمكن كمان يا دوب بتسمع عنها بس ما جربتش. انت بتسمع من فلان ومن فلان بس انت ما جربتش. واحنا كبني ادمين عندنا دايما خوف من الجزء المجهول ده، اللي الرؤية فيه مش واضحة، اللي الطريق فيه مش واضح. احيانا السبب الرئيسي اللي بيخلينا نخاف الأسرة والبيت والأهل والمسؤوليات وغيره، أسباب تانية برضه. والخوف ده بيسيطر علينا وبيخلينا نبرر لنفسنا دايما، ونفضل نقول حتى لو حياتي دلوقتي تعباني بس خلاص أنا عارفها،
يعني متعوّد عليها. شغلي اللي بيضغطني ده عارفه وعارف عيوبه. الشخص اللي بيجرحني واللي مضايقني واللي بيكسرني واللي بيزعّلني خلاص اتعوّدت عليه. إنّما المجهول لأ، المجهول ده بيخوّف. أنا ما عنديش استعداد أجرّب في المجهول، أنا خلاص اتعوّدت حتى لو مظلوم خلاص أنا اتعوّدت على الظلم يعني خلاص. إنّما أروح لحاجة مجهولة تانية لأ، يعني أنا مش حِمل إن أنا أجرّب. بخلاف كده إن الدماغ عندنا، دماغنا إحنا بيبدأ يحُط لنا سيناريوهات مرعبة لفكرة التغيير. طَب أنا لو سِبت الشغل مش جايز ما الاقيش شغل تاني وأفضل عاطل وقاعد في البيت هاصرف منين وهاشتغل على إيه والتزامات وفلوس عليّا وفواتير وأقساط، هاجيب ده كُلّه منين؟ طَب هو أنا لو مشيت من شغلي مين اللي قال وإيه الضمان إن هيتفتح لي باب تاني؟ طَب أنا لو بدأت من الصفر، إيه الضمان إن أنا هاقدر أكمّل أصلًا؟ يعني أنا لو ضحيت باللي في إيدي، مش يمكن ما ألقاش حاجة تانية وأقول يا ريتني ما كنت اتخلّيت عن شغلي واتخلّيت عن حياتي وكنت ماشي بمبدأ عصفور في اليد خير من 10 على الشجرة؟ طَب أنا لو خرجت من العلاقة اللي أنا فيها دي، اللي هي بالمناسبة مضايقاني ومزعلاني، طَب مش جايز أفضل لوحدي؟ وإحنا دايمًا بنقول لو واحدة سِت يعني ضِل راجل ولا ضِل حيطة. مش وارد إن الراجل اللي كان إيه، تاعبني وقرفني في حياتي ده أهو أحسن من ما فيش والدنيا ماشية لحد ما تتصلّح بقى. طب ما هو أنا لو مشيت ممكن أندم، أقول يا ريتني ما مشيت بقى، طب ما خلّيني كده أحسن. طب اللي بيحبني ده، اللي بيحبني حُب مشروط ومضايقني وقارفني في عيشتي وقارفني في حياتي، طب ومين قال لمّا أنا أسيبه هالاقي حد يحبني تاني وما يبقاش بنفس المواصفات أو بنفس المشاكل اللي كانت في الأولاني. طب وإحنا ليه هنجرّب؟ ما خلّينا في اللي إحنا فيه، خلاص أنا اتعودت. فكل الأمثلة والسيناريوهات اللي فاتت دي بيطرحها دايمًا علينا المُخ. المُخ بيخاف وبيخلّيك تبُص دايمًا تحت رجليك، بيمنعك إنك تبُص قدّامك. الخوف في حد ذاته مش عدو ليك، بالعكس. الخوف زمان في عصور الجاهلية وما قبل التاريخ والعصر الحجري الخوف في الأوقات دي كان وسيلة للدفاع عن النفس وللحماية. الخوف في الوقت ده كان وسيلة للدفاع عن النفس وللحماية. كان اللي يخاف من الأسد خلاص هيعيش، إنما اللي يتجرأ زيادة ويقول إيه يعني الأسد وهيعمل لي إيه الأسد و و وغريزة البقاء عنده خلاص تفصل وما يبقاش في غريزة بقاء ويتعرّض للأسد خلاص هيتقتل، هيموت، هياكله الأسد. فالخوف في حد ذاته مش عدو، ممكن يبقى صديق. بس ده إحنا دلوقتي فهمناه غلط، أو بمعنى أصح إحنا بنطبّقه غلط. دلوقتي ما عادش في أسد، ما عادش في أسد بالمفهوم اللي فات، بالمفهوم بتاع زمان. دلوقتي في مدير مش سَوِي، مديرك في الشغل، في علاقة عاطفية متلخبطة، في حُب مؤذي في حياتك، ارتباط مش باين له ملامح، لا أنا مرتبط ولا سايب ولا مفشكل ولا مش فاهم راسي من رجليّا، في مشاعر مش مفهومة، في تعلُّق، أنا باتعلّق بحد لحد الوجع، في اهتمام ناقص،
في اهتمام ناقص بيّا، الاهتمام اللي عندي مش اهتمام كامل بتاع حد بيحب حد، في اهتمام بس ناقص، فأنا ما بقيتش فاهمة هو ده طبيعي والّا أنا اللي ما استاهلش إنه يهتم بيّا، في لخبطة، في حُب خانقني، في جسد تعبان ومُنهك من كتر التعب. للأسف الخوف دلوقتي ما بقاش زي زمان، الخوف دلوقتي بقى بيشتغل عكسنا، بيخلّينا نُقف في مكاننا بدل ما نواجه الحاجات اللي تعبانا واللي مضايقانا، بدل ما نخلّينا نغيّر حياتنا للأفضل. أكيد التغيير بيخوّف، وأنا مقتنع إن التغيير بيخوّف، والخوف مطلوب، الخوف مطلوب والخوف نَفْسه زي ما اتفقنا وارد جدًا يعطّلك، بس هو مطلوب وممكن تصاحبه. فكرة الخوف نَفْسها طبيعية علشان أنت لمّا تيجي تتغيّر أنت بتقتل نسخة قديمة منّك، بتموّت نسخة قديمة، بتتخلّى عن نسخة قديمة، نسخة كان مسيطر عليها الخوف والمبالغة في التوقعات، ونسخة كانت بتهرب بدل ما تواجه، ساكتة على القهر وعلى التعب وعلى الحزن وعلى الوجع. النسخة دي لازم تخلص منها، فأكيد لازم تخاف. النسخة اللي كانت بتقول لك طب لو الجديد ما نفعش، أنا ما هاعمل إيه؟ أسيب حياتي وأغيّر حياتي وأنا لسه مش عارف أنا داخل على إيه؟ النسخة دي أكيد لازم تنتهي، فعشان تنتهي النسخة دي أنت لازم هتحس بخوف، ده طبيعي، بس أنا مؤمن إن كل واحد فينا عنده طاقة للتغيير، أنا وأنت واللي بتسمعني واللي بيسمعني، كل واحد فينا عنده طاقة للتغيير، بس مستني النار اللي هتشغّلها له. أوقات النار دي أو الشُعلة أو الشرارة بتكون خسارة، بتكون خيبة، وجع من حد عزيز عليك، ندم شديد، إحباط. اللحظات دي بتخلّيك تشوف الحقيقة الكاملة، اللحظات دي هي اللي بتخلّيك تبدأ تفوق، وبتخلّيك تُقف وقدّامك الغمامة اللي كانت طول الوقت على عينيك مش موجودة. بس للأسف لمّا بيحصل حاجة من اللي إحنا ذكرناها دي، وأنت بتفوق وبتشوف الصورة الحقيقية اللي ما كنتش شايفها، بتفوق بتتصدم وتشوف حاجات كتير على حقيقتها عكس ما أنت كنت فاكر، وعكس ما كنت متوقع. هو ده الشغل اللي ضيّعت عمري كله فيه، هي دي العلاقة اللي أنا فضلت متمسك بيها ومش عايز أخسرها، وماسك فيها بإيديّا وأسناني. بقى هي دي العِشرة اللي طول الوقت باجي على نَفْسي عشان الدنيا تمشي وأفضل أحافظ عليها. خلّيني أقول لك إن التغيير مش لازم يكون تغيير جذري، مش لازم يبقى تغيير كُلّي، ممكن يبقى تغيير في أجزاء صغيّرة، إن أنت تسمح لنَفْسك إن أنت تغلط، أو ده في حد ذاته حاجة كويسة، بتضيّع وقتك على حاجة فارغة. طول الوقت ما عندكش أي هدف واليوم بيفوت منك اليوم ورا اليوم من غير أي جديد في حياتك. كل مرة هتبدأ إن أنت تواجه يومك بشكل مختلف عن الأول، هتلاقي نفسك بتكسر خوف صغير جواك، بتقرب من الشخص اللي بتحلم إن أنت تكونه، هتلاقي نفسك بتقرب من النسخة اللي نفسك تعيشها، هتلاقي نفسك بتموت النسخة القديمة الوحشة. الحالة اللي احنا فيها دي كلنا للأسف بلا استثناء، حتة الخوف من التغيير واللعب في المنطقة الآمنة، وحتة إن خلاص طالما أنا بعيد ومرتاح خلاص مش ما يخصنيش، وأنا طالما في آخر الشهر في مرتب بينزل لي فخلاص هدوش دماغي ليه.
وخلاص العلاقة وِحشة وفيها مساوئ وفيها، بس الحمد لله أهو يوم حلو ويوم وِحِش وأهي ماشية. وخلّي بالكم من كلامي، يوم حلو ويوم وِحِش مش هو المقياس يعني إن إحنا نقطع علاقة بطرف أو إن إحنا نهِد حياتنا عشان كلمتين، لأ الموضوع أبعد من كده بكتير، والموضوع بيبقى واضح، والموضوع بيكون مش محتاج تفسير ل ل لل للطرفين بتوع العلاقة، يعني هُم بيبقوا أكتر ناس عارفين هُم وصلوا لإيه. في ناس بتبقى عارفة إنها بتكذب على نفسها ومع ذلك بتكمّل، هي عارفة إن العلاقة أصلًا بايظة، هي عارفة إن العلاقة لو هي بس شالت إيدها من عليها العلاقة وقعت، العلاقة منتهية أصلًا. فالموضوع ماشي بمسكنات، ماشي زقة زي ما بيقولوا. المنطقة اللي إحنا فيها والخوف من المجهول واللعب في المنطقة ال ال الآمنة دي بيسموه منطقة الراحة. منطقة الراحة دي عاملة بالضبط زي ما يكون عندك أنت أوضة من الإزاز، أوضة كلّها إزاز، أنت شايف من خلال الإزاز ده أحلامك وآمالك وأمنياتك والحاجات اللي نِفْسك تحققها في حياتك والنسخة الجميلة اللطيفة ال 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 اللي اللي نِفْسك تعيشها، كل ده أنت شايفه من ضهر الإزاز، بس الأوضة الإزاز دي مانعاك إن أنت تطلع وتقدر إن أنت توصل لحلمك. الراحة مش دايمًا مُريحة، فكرة الراحة نَفْسها مُتعبة، ساعات بتكون مجرد خوف، الراحة أحيانًا بتكون خوف، أنت بتقنع نفسك إن أنت مرتاح عشان أنت خايف، خايف من المجهول، من الحاجة الجديدة اللي ما عدِّتش عليك قبل كده، من الفشل، حابب دايمًا إن كل حاجة حواليك تبقى مألوفة، سريرك مألوف، مكتبك مألوف، موبايلك، شغلك، مشاكلك، يا أخي حتى أحلامك اللي أنت بتهرب منها هي مألوفة. يعني هتلاقيك بتكرر كل مرة نفس الحلم خلاص انت حفظته مألوف بالنسبة لك حتى وإن كان انت مش نيتك ان انت تغير هو مجرد ان انت بس بتنفس على نفسك انت بس بتتفك عن نفسك انت بتهرب من واقع رفضه فبتروح للأحلام اللي هي أصلا مش في دماغك واللي هي أصلا انت ما خدتش فيها أي إجراء حقيقي يقربك ولو خطوة واحدة منها المخ شاطر جدًا، مخنا شاطر وذكي، بيقنعك إن أنت دايمًا بخير، لأ أنا تمام، لحد هنا أنا تمام، طالما مش عارف إيه أنا كويس، بس الحقيقة هو المخ بيقنعك إن أنت بخير علشان المخ بيكره المجهول، المخ دايمًا بيحب الأمان، المجهول زي ما إحنا اتفقنا بيخوّف. طب هاقول لك على حاجة، تعالَ أسألك سؤال، إمتى آخر مرّة عملت حاجة لأول مرّة؟ إمتى آخر مرّة عملت فيها حاجة لأول مرّة تعملها؟ طب إمتى آخر مرّة حسيت برهبة الاكتشاف أو الاستكشاف؟ طب إمتى آخر مرّة ركبت فيها عَجَلة أو وقفت تتكلم قدّام جمع من الناس في مؤتمر، في event، في interview أو آخر مرّة سافرت فيها لوحدك، مكان أول مرّة تسافره؟ الإحساس ده بيخلّي للحياة طعم، إحساس عمرك ما حسيته قبل كده. الإحساس ده هو اللي كفيل يخلّي للحياة شكل تاني خالص، حتّة الحماسة اللي جواك والشعور بالانتصار واللذة اللي بتحس بيها لمّا بتعمل حاجة جريئة لأول مرّة تعملها، ده اللي بيخلّي للحياة طعم. طب إحنا ليه ما بنعملش ده؟ إيه اللي بيحصل يعني؟ إيه اللي مانعنا إن إحنا نعمل حاجة كده؟ بنكسّل، بنخاف، بنتحجج، بنقول مش وقتها، بنقول إحنا كبرنا على كده؟
بنقول إحنا خايفين نفشل، بس الحقيقة إحنا مش خايفين نفشل، والله إحنا مش خايفين نفشل فعلًا، إحنا خايفين ننجح. والله زي ما باقول لكم، إحنا مش خايفين نفشل، إحنا خايفين لأحسن ننجح. أنت عارف لو نجحت إيه اللي هيحصل؟ حياتك كلّها هتتقلب. بس إزاي؟ إزاي أنجح وأنا اتعودت على السكون، اتعودت على الوجع، أنا اتعودت إن طول الوقت مكاني يفضل تحت، علشان ما ينفعش أطلع فوق، ما يمكن أقع من فوق، فدايمًا خلّيني تحت، علشان لو وقعت أبقى أقرب للأرض. لو قررت إن أنت تعيش تحت، هتفضل طول العمر تحت. أنت اتعودت تسكت، مع إن صوتك مسموع وممكن يغيّر كل حاجة حواليك. أنت عارف برّه منطقة الراحة اللي إحنا سميناها، في عالم كامل مستنيك، فرص، شغل، حب، نجاح، إبداع، في دنيا تانية، في نسخة منك أفضل وأحسن وأجمل وأشيك وألطف 100 مرة، في 100 نسخة أقوى منك وأصدق منك، النسخة اللي بتعرف تقول لأ، لأ للظروف ولأ للقهر ولأ للذل ولأ لقلة الأدب. فلسفيا الإنسان اتخلق علشان يتحرك، علشان يستكشف، مش علشان يفضل واقف في مكانه. لما انت تبقى في منطقة الراحة بتعيش في وهم الأمان، بس الحقيقة انت بتأيد نفسك، بتفضل رابط نفسك زي اللي رابط نفسه بحبل كده. الغموض اللي بره منطقة الراحة زي ما قلنا هو اللي بيخلي للحياة طعم ولون. لو كل حاجة واضحة طب وشفافة في الحياة ومن غير أي غموض، حياتنا هتبقى مثالية. احنا مش هنبقى على الأرض، احنا حرفيا كده احنا عايشين في الجنة. يا راجل ده انت لو بتتفرج على فيلم في السينما، لو الفيلم ده ما كانش فيه تحديات وعقبات وحلم للبطل عايش عليه وبيحاول يحققه طول الفيلم، هتزهق وتقوم وتمشي ومش هتكمل الفيلم. الخوف هو اللي بيعطلك، واحنا خلاص اتفقنا ان احنا ما عندناش مشكلة ان احنا نكون خايفين، لان وارد جدا الخوف ينبهك ويقول لك خلي بالك الموقف ده صعب، خلي بالك القرار ده صعب ومحتاج دراسة. الخوف من الفشل مش عايزك تعامله كعدو ليك يا عم، بالعكس، ما تخلوش عدو ليك، خليه صديقك. بس لو فضلت تسمع للخوف وانت واقف في مكانك عمرك ما هتتحرك. لازم تتعلم تتعايش مع خوفك، اسمع خوفك بس ما تسيبهوش يتحكم فيك. ببساطة الفشل مش نهاية الدنيا ولا نهاية الطريق ولا نهاية الكون، بالعكس، الفشل ساعات كتير بيكون بداية للانطلاقة الحقيقية. لما بتقع هتقوم وهتتعلم وتعرف قوتك وتعرف ان انت هتكون اقوى لانك عديت بتجربة. في دروس مستفادة حتى من الفشل او الاخفاق، اكيد في دروس مستفادة مش هتفضل ان انت تكررها. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هتتعلم. الفشل بيخليك تعرف ان الحياة مش وردية، بس كمان بيخلي ان عندك فرصة ان انت تقدر تتحدى وتقوم وتقف على رجليك وتكرر المحاولة تاني. اسأل نفسك طب ايه اللي بيوقفك؟ الخوف هو اللي بيوقفك ولا التعب ولا ان الرؤية مش واضحة قدامك؟ لازم تكون واضح مع نفسك، لازم تحدد لنفسك اهداف وما تستعجلش.
خلّيك دايمًا جاهز، جاهز إنك تعيد المحاولة، كل ما تُقع تُقف وتعيد المحاولة. ما فيش حاجة اسمها إن أنت هتوصل من أول مرّة، ما فيش حد هيقول لك كده، واللي يقول لك عليك أو اللي يقول لك كده بيضحك عليك. النجاح مش طريق مستقيم، ده طريق مليان ضلمة ومليان عقبات، بس اللي ما يخافش من الضلمة هو اللي هيوصل للآخر ويشوف النور. ابدأ بحاجة صغيرة، جرّب حاجة صغيرة وبسيطة زي ما إحنا قُلنا. ابدأ بمكالمة تليفون لحد ما كلمتوش قبل كده، حد من قرايبك وبتتكسف تكلمه. قُل رأيك بصوت عالي وسط تجمُّع عائلي، خلّيكم كده قاعدين وسط العيلة كده والناس بتتكلم وييجي عليك الدور وقُل رأيك، ومش شرط يكون رأيك يعني اختلف عشان تُعرف، يعني خلّيك قُل اللي أنت مقتنع بيه حتى وإن كان هو بيميل لكَفّة الأغلبية. أو العكس لو هو كان قرار فردي منّك، بس أنت حاسس بده، قُل رأيك بصوت عالي. روح مكان ما رُحتوش قبل كده زي ما إحنا قُلنا. سيب أي حياة مش لاقي نَفْسك فيها، حياة حاولت تصلّحها ووقفت كذا مرّة على سبب إخفاق وسبب المشاكل وبرضه مع ذلك مش قادر تصلّحها وما فيش أمل من الإصلاح، سيبها. سيب أي علاقة بتأذيك مش مُريحة بالنسبة لك. سيب شغل بيستنزفك ويستهلكك ومش مقدّرك. سيب أي حاجة بتكسرك وبتكسر روحك وبتكسر نِفْسك وبتكسر مشاعرك وبتكسر أحاسيسك. سيب أي حاجة ب ب بتطفيك وبتطفي نورك، واختار إنّك ترجع لنَفْسك. اختار إن أنت أنت، تفضل أنت وقرّب كل شوية لنسختك الأفضل منّك، بس ما تعيشش بوشين. موضوع اللي ييجي لك بالغصب خُده بالرضا، المثل الشعبي الشهير الشائع عندنا، دي مدرسة أحيانًا بتمشي وبتنفع بس في حدود، إنما ما ينفعش حياتي كلّها آخُدها بالرضا. بينفع في موقف معيّن، اللي ييجي لك بالغصب خُده بالرضا وخلّيك ذكي وخلّيك ناصح واعملها بجميلة، ده أنا من المدرسة دي في حاجات صغيّرة، بس ما يبقاش حياتي كلّها واخدها بالرضا. أنت عارف لو بدأت تطبّق الحاجات الصغيّرة اللي إحنا قُلنا عليها، تروح مكان ما رُحتوش قبل كده، تكلّم حد ما تعرفوش، تقول رأيك بصوت عالي، تبعد عن أي شخص بيستنزفك، تبعد عن أي علاقة مش لاقي راحتك فيها، تسيب الشغل اللي مش لاقي نَفْسك فيه ومش بيقدّرك. عارف إيه اللي هيحصل؟ هتلاقي نَفْسك رجليك بتتهز تحتيك وقلبك بيدق بسرعة ومش قادر تتمالك أعصابك. لو حسيت بالأحاسيس دي أو بإحساس واحد من الأحاسيس دي، اعرف إن أنت ماشي صح، اعرف إن أنت لسه عايش، اللحظة دي أنت لسه ما زلت عايش على قيد الحياة، لإن ياما أموات وذكراهم موجودة وياما أحياء وهُم في عينينا أموات. أنا مش هاقول لك وهاكدب عليك أقول لك إن الطريق سهل ووردي والقصص اللي اللي أنت نِفْسك تسمعها. مش هاكدب وأقول لك أنت مش هتُقع ومش هتتبهدل ومش هتتمرمط ومش هيتمسح بكرامتك الأرض وأنت بتحاول إن أنت تلاقي النسخة الأحسن ليك. مش هاكذب عليك وأقول لك إن أنت مش هتُقع ومش هتفشل ومش هتبكي ومش هتعيّط ومش يعني مش هتتبهدل، لأ، كل ده هيحصل فيك. بس أوعدك وعد، ووعد الحُر دين عليه، إنك هتوصل لحلمك. لو وقعت وقُمت واتبهدلت واتمرمطت وحاولت وقُمت، والله هتوصل. وبعد ما هتوصل هتفتخر بنجاحك وهتفتخر بنفسك، وساعتها هتحس بطعم الدنيا وبطعم الحياة الحقيقي.
اللي أنت بقى لك فترة ما عِشتهوش واللي أنت طول الوقت بتسمع عنّه بس، هتبدأ تعيش الطعم ده وتحس بيه فعلًا. آخر حاجة في حلقة النهارده، عايزك تفتكر دايمًا إن ما فيش قوة في الدنيا تقدر تخرّجك من سجنك ومن منطقة الراحة اللي أنت عايش فيها غير إرادتك أنت. أنا مش هنا علشان أغيّرك، بالعكس أنا عايز اللي يغيّرني. أنا هنا علشان أفكّرك مجرّد تفكير إن التغيير الحقيقي، التغيير الصح بيبدأ من جواك أنت، من اللحظة اللي بتبُص فيها لنَفْسك وتقرّر إن أنت تكسر الصمت اللي بينك وبين ذاتك واللي بيمنعك عن إنك تحقق حلمك، تفضل تتفرّج عليه. أنت مش محتاج إذن من شخص، لا من أخ ولا من أخت ولا من أب ولا من أم علشان تقدر تتحرّك. أنت كمان مش محتاج إن أنت تكون جاهز بنسبة 100%. أنت اللي أنت محتاجه بس إن يكون في نيّة وشجاعة كافية علشان تاخد أول خطوة، حتى لو أول خطوة دي مهزوزة. صدّقني برّه الحيطة اللي إحنا قُلناها، اللي أنت بنيتها حوالين قلبك، مش بس في نور برّه، ده في حياة وفي احتمالات وفي نسخة أفضل منّك وأنضج منّك وأهدى وأقرب لنفسها منّك وأقوى منّك. افضل امشي ورا حلمك وما تيأسش، وكل ما هتُقع قوم، وافضل قرّب من الشخص اللي نِفْسك تكونه. ولحد هنا تكون خلصت حلقة النهارده، وباتمنى لكم من كل قلبي إنكم تلاقوا الشخص الأقوى والنسخة الأفضل والأحسن، وأشوفكم في حلقات جاية إن شاء الله كتير، وسلام.